خلينا نتكلم كده سريعا عن ماتشات الجولة الأخيرة. ماتش الأهلي والإسماعيلي. التحول اللي عمله الأهلي إنه ما بقاش الاعتماد بس على إمام عاشور، كان في تحولات على الجنب اليمين مع محمد عبد الله، والجنب الشمال حسين الشحات. الاعتماد ما بقاش بس من العمق، عشان كده ده أدى إنه الأهلي قدر إنه يصنع فرص كتير وينتهي الماتش بأهداف كتيرة. أحمد رضا أداؤه كان كويس خالص، ومحمد عبد الله أداؤه كان كويس خالص، مع استمرار طبعا التفوق الرهيب اللي عمله إمام عاشور الموسم ده، ما شاء الله يعني. ماتش بيراميدز النهارده الحمد لله قدرنا نتفوق على مودرن سبورت. يمكن ضيع فرص كتيره، لكن الفريق بقى فيه انسجام كبير خالص، ما شاء الله والله اكبر على اداء محمد الشيبي واداء ابراهيم عادل. مصطفى فتحي مركز، فيستون مايلي بيتحرك صح وكل خطواته صح، لكن يمكن الجزئيه بتاعه الانهاء هو مستعجل شويه، فمحتاج يركز شويه. الدفاع متماسك، حتى اي حد يلعب علي جبر، يلعب احمد سامي، يلعب اسامه، يلعب مرعي، بقى فيه انسجام كامل ما بين اللعيبه. يمكن بس محمد حمدي مستواه متغير شويه، رمضان صبحي محتاج يشد شويه في الالتحامات. ابراهيم بلال توريه ومهند لاشين حاجه ما شاء الله يعني. ماتش الزمالك بصراحه يعني ايه، انا مكسوف ان انا اتكلم يعني، او ان انا اتكلم عن الزمالك وهو في الحاله دي. ربنا يعين الزملكاويه. بصراحه يعني الزمالك فيه ده مأساة، ونتمنى يعني ان هم يطلعوا من الكبوه دي.